أن نضبط وأن نحصن جوارحنا فلا نطعن ولا نصب ولا نلعن ولا نشتم، لأن هذه من مكفرات الصيام. هذه من مكفرات الصيام. إذا كان قال عليه الصلاة والسلام صوم أحدكم صوم يوم أحد ولا يفسق ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، والله تعالى حلو الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيها الأخوة الكرام حول الحكمة التي شرع الله جل وعلا من أجلها الصيام. الله شرع الصيام لحكم عديدة. من هذه الحكم أيها الأخوة الكرام تحقيق التقوى، والتقوى هي الخوف من الله. يعني بإمكاني أنا أو ابني أو زوجتي أو قريبي أن يفطر دون أن يطلع عليه أحد من أفراد أسرته إلا الرقيب الحفيظ الجليل وهو الله جل وعلا. فلما يمتنع المسلم عن مأكل ومشرب ومطعم ومنكح أو يمتنع، هذا دليل على أن التقوى تحققت في هذا الشيء. يمتنع عن الطعام والشراب وهو بحضرته ويترك ذلك خوفا من الله. هذا هو المعنى والمقصد الذي شرع الله جل وعلا الصيام من أجله تعليم التقوى. المقصد الثاني أيها الأخوة الكرام أن من مقاصد الصيام ومن أسرار الصيام تضييق مجرى الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه المجاري بالجوع. شوف مقطعات والعمل تخخين لا لعنه ولا سب ولا شيء لا حب معمل ولا يحب ضغمان الذي يقاتل لا أعرف يسب ولا شرعه الله. شوفوا من أسرار وحكم الصيام أن المسلم يضيق الشيطان، يضيق مجرى الشيطان في نفسه، والأصل أن يضيق مجرى الشيطان ليلا ونهارا من أجل حقق المسلم الصيام الحقيقي الذي أراده الله، لأن الصيام الذي يعني أردناه نحن لأنفسنا. من حكم وآثار الصيام أيها الأخوة الكرام أن الله جل وعلا شرع الصيام لتخفيف الغريزة والشهوة الجنسية. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي مبلغ المال الزواج فليتزوج. معنى هذا المبلغ؟ قال عليه الصلاة والسلام فليصم فإنه فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فالصوم يهضم ويهجئ ويقلل الشهوة. من أسرار الصيام أيها الأخوة الكرام أن المسلم إذا جعنا يوم أو أسبوع أو شهر في السنة فإن هناك من يجوع العام كله، ومن يحن على هؤلاء الفقراء والأيتام والمساكين والمعوزين والأرامل؟ من يحن عليهم إلا أنا، لا يحن عليهم إلا أنا وأنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره يأوى إليه وهو جائع. ما آمن بي من بات شبعان وجاره يأوى إليه وهو جائع. فالأصل من هذا الصيام يا الأخوة أن المسلم يعرف أن هناك فقراء ومساكين ومحتاجين، فإن جئنا يوما أو أسبوعا أو شهرا في العام فهناك من يجوع أشد كل فلابد أن تجوز أيدينا عليهم. وهذا ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الشهر من صدقة الفطر، وهذا لا بأوان. من مقاصد الصيام أيها الأخوة الكرام أن الصيام جنة وسبيل وطريق إلى الصبر، والصبر طريق إلى الجنة. الصوم يعود المسلم على الصبر والتحمل، ولهذا جاء في الحديث أن الصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر، فيتحمل المسلم ويصبر، لا أن يحدث هذه يعني ضجة والبلاوي، وإنما يتحمل المسلم قدر الإمكان ليحقق صومه ويكون ساما مقبولا. وهذا الذي نرجوه ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا